لو عملتي البسكوت بالطريقة دي مستحيل تشتريه من بره تاني. اول حاجه بعملها بدفي الحليب وبضيف عليه نشادر. هتلاقوا النشادر فارط زي ما انتم شايفين كده. بسيبه على جنب وبعد كده ببدأ اضرب زيت وسمنه مع بعض. المكونات كامله هتلاقوها تحت الفيديو. بضيف معاهم سكر بودره، واهم حاجه ان السمنه تكون طالعه من التلاجة لحد ما يبقى القوام كريمي زي ما انتم شايفين كده، بيبقى اقرب للكريم شانتيه. بضيف عليه البيض واحده واحده. بعد كده بضيف الفانيليا. الفانيليا اللي انا هستخدمها فانيليا بالبرتقال، بتبقى خطيرة مع البسكوت ده. هي بتبقى بطعم البرتقال. وبضيف كمان طعم للبرتقال او اللي هي روح البرتقال، هتلاقوها عند مستلزمات الحلويات، وعشان اعزز النكهة اكتر بتاعة البسكوت. بعد كده بضيف الدقيق والبيكنج باودر، بضيفهم شوية بشوية. وضفت بعد كده بقى الخليط بتاع الحليب والنشادر، بس الكاميرا ما كانتش صورت. بقلبهم كويس مع بعض لحد ما تشكل عجينة بتكون زي ما انت شايفينها كده. ببدأ اشكلها بمكنة البسكوت شوية بشوية. اختاروا الشكل اللي انتوا تحبوه والاقرب ليكوا. بعد كده بحطهم في الصواني وبدخلهم فرن متسخن على درجة حرارة 170. والتسوية يا بنحمشه شوية او بنطلعه فاتح. وكل سنة وانتوا طيبين.